القلق والمخاوف والحاجات دي كلها أشياء طبيعية إذا لم تصل بنا إلى إنها تؤثر على حياتنا أو تخلي إنتاجنا يقل أو تخلينا ما نعرفش ننام لفترات طويلة. لكن القلق هو شيء طبيعي، إن الإنسان ما يقلقش يبقى إنسان مش طبيعي. لكن قد إيه؟ والقلق مفيد لما يكون في حته صغيره خالص، يعني هو بيدي جزء من الحماس، او لما الانسان يبقى متحمس بيقلق شويه صغيرين، وده بيخلي الذاكره عنده والتركيز بيزيد جدا. ودي بنلاحظها لما بنيجي نمتحن، نبقى قلقانين ومتخيلين احنا مش هنعرف نحل، ومع ذلك اول ما نخش الامتحان لو احنا مذاكرين نلاقي نفسنا افتكرنا كل حاجه، وبنكتب حاجات، بنكتب صفحات، ونقول ازاي احنا قدرنا نفتكر الحاجات دي كلها في الامتحان. لكن القلق اذا كان بقى اكتر من اللازم او لا يتناسب مع مستوى الحدث نفسه او توقعات ما حصلتش كلها سيئة، يبقى إذا محتاجين كلام.